يا مساء الخير. الأرقام ليها معانا حكايات مش ممكن تتنسي. في أرقام أول ما تسمعها لازم هتفتكر أحداث أو أشخاص معينة، زي رقم 207 اللي أول ما تسمعه هتفتكر على طول العراب دكتور أحمد خالد توفيق ورواية سر الغرفة 207. كمان رقم 666 اللي أول ما تسمعه هتفتكر إن الأساطير القديمة بتقول إن الاتصال بالرقم ده هو الاتصال بالشيطان نفسه. في أرقام كده مألوفة لينا مجرد ما نسمعها أو حتى نشوفها. طب أنت بقى عمرك سمعت عن رقم 974؟ أهو الرقم ده هيفضل في ذاكرتنا وذاكرة التاريخ لفترة طويلة. تعرف ليه؟ أصله مرتبط بحاجة هتحصل قريب قوي. يلا فكر معايا بقى. ها، عرفت؟ تعال غششك. رقم 974 هو رقم واحد من الاستادات في قطر اللي هيقام عليه كأس العالم لعام 2022. طب إيه سر تسمية الاستاد بالرقم ده؟ تعال الأول هقولك شوية معلومات عن الاستاد ومنها هنعرف سر التسمية. بيقع استاد 974 في منطقة أبو عبود في الدوحة عاصمة دولة قطر، والاستاد بيطل على الخليج العربي بالقرب من ميناء الدوحة، وده بيخلي ليه إطلالة مباشرة على البحر، يعني هتشوف الماتش وكمان تستمتع بشواطئ الخليج العربي الجميلة. ومش كده كمان، ده سهل جدا الوصول للاستاد عن طريق مترو الأنفاق. الاستاد تم افتتاحه في 20 نوفمبر عام 2021، وده تقريباً قبل البطولة بسنة، ويقدر يستوعب 40,000 مشجع ومتفرج للساحرة المستديرة. وهو سابع ملعب بيتم افتتاحه لاستضافة بطولة كأس العالم لعام 2022. الغريب بقى في الاستاد مش بس اسمه اللي هو رقم، الأغرب كمان طريقة بناء الاستاد. الاستاد تم بناؤه من حاويات السفن والكراسي القابلة للطي والفك. أيوة، زي ما سمعت كده، يعني الاستاد هيتم فكه وإعادة تركيبه تاني، وكمان استغلاله في مشروعات تانية. ممكن تكون المشروعات دي بناء استاد أو مشروعات تانية خالص. وهنا قطر بتضرب لنا مثل في إعادة التدوير وكيفية استغلال الموارد المتاحة بشكل يتناسب مع أزمة الموارد في الوقت الحالي. وده اللي أكدته المنظمة بإن فعلاً هيتم تفكيك الاستاد بعد البطولة وإقامة مشروع سياحي مكان الاستاد. طب منين بقى جه اسم 974؟ الاسم هنا بيحمل معنيين. الأول هو إن 974 هو عدد الحاويات اللي تم استخدامها لبناء الاستاد، والتاني هو إن 974 هو رمز الاتصال الدولي لدولة قطر. طب يا ترى بقى كان مقصود إن رقم الحاويات يكون هو رمز الاتصال الدولي لدولة قطر، ولا هنا الصدفة لعبت لعبتها مع القدر عشان يفضل التاريخ الكروي فاكر رقم 974 لسنين جاية قدام؟ الفيتشر من إعداد نورهان وهبة، وكان معاكم أسماء شرابي من راديو سكوب، إذاعة بطعم السعادة.